شفتوا الاب ده بيعلم بنته تتعامل مع جوزها ازاي بعد الجواز؟ شوفوا كده. عشان النهارده اخر ليله هقدر احكم عليها باي حاجه، اي غلطه ماليش كلمه عليها بعد كده. بس عايز اقول لك حاجه حكيمه، دي اول زوج حياتي، دي يعني حاجه اغلى من امانه عليه. ابوك قاعد وانا قاعد، كنا عايشين ومش عايشين، تحطها في عينيك وتعاملها بالحسنى وتراعي ربنا فيها. انا حياتي كلها عشان خاطرها هي. اتمنى ربنا يوفقك وانت تعيد طاعه عمياء. لو قال لك ما تروحيش لابوكي ما تروحيش لابوكي، خلاص. اخر يوم النهارده مش هقدر احكم عليك، ولا اسيب الموبايل ولا نامي بدري ولا ما تخرجيش، خلاص هتعرفي بيت ابوكي بعد ما تخرج. ربنا يبارك فيك يا راجل يا محترم. ايه الناس الجميله دي اللي بتفهم في الاصول؟ ربنا يبارك لهم ويوفقهم في حياتهم يا رب. شفت تعليق لبنت من بنات اليومين دول على الفيديو ده وهي بتقول للراجل انت كده بتقلل من قيمه بنتك، وبتسالهم نسب الطلاق علت ليه والمشاكل زادت ليه؟ لان البنات ما عادتش عارفه واجبات الزواج ولا حقوق الزوج. ابعتها لها.